يا آسف يا ابني. أنا ما كنتش جنبك، أنا ما عرفتش أعمل بيك. خدتوا بالكم ان يوسف ما حكاش ان وسام اتحرش بيه غير لما علاقته بابوه بقى فيها مساحه من الامان والحب والقبول الغير مشروط بتصرفاته، وانه بقى يديله وقت ويلعب معاه ويسمعه اكتر. ومن وجهه نظري دي اقوى رساله ممكن نقدمها لكل اب وام دلوقتي، لان في الزمن ده اغلبنا كاهالي مفرومين في زحمه الحياه، عايزين نعيش ولادنا في احسن مستوى اجتماعي وندخلهم احسن مدارس ونعمل لهم افضل حاجه، بس في الزحمه دي بننسى نوفر الاحتياجات الأساسية لأولادنا زي الحب والأمان، ودول أبدا عمرهم ما كانوا بيتوفروا بالحاجات اللي احنا بنجيبها لهم، لكن بالتواجد والاحتواء والعلاقة القريبة المتينة معاهم، وإننا نكون بنعرف نسمعهم من غير ما نحكم عليهم، وإننا دايما جنبهم بنمكنهم ونعلمهم إزاي يواجهوا الحياة وإحنا في ظهرهم. في الغالب ممكن ما يكونش في إيدينا نحمي ولادنا بشكل كامل من الخطر والأذى اللي ممكن يبقى موجود في العالم سواء تحرش أو غيره، لكن اللي متأكدة منه إننا نقدر نساعدهم يواجهوا ويتعافوا ويبقوا أقوى وأحسن نسخة من نفسهم، وده هيحصل بس لو إحنا في علاقة متينة قريبة قوية مليانة بالأمان وثقة والحب الغير مشروط. ما تيجوا نتشارك إيه الخطوة العملية اللي نقدر نبدأ بيها دلوقتي علشان تقوي نوع العلاقة القريبة دي مع ولادنا.